لسه مخلص مسلسل سترينجر ثينجز وعندي كام سؤال نفسي فعلا حد يجاوبني عليهم. اول حاجه، ماد ماكس احلى شخصيه في المسلسل كله، سايبه كل ابطال المسلسل وجايه تحب لوكاس والله؟ ولا انتوا عايزين يا صناع المسلسل تقولوا ان انتوا ما عندكوش عنصريه وكده، وانتوا ولاد كلب عندكم عنصريه في امريكا بالعبيط؟ ونانسي سابت الواد ابو شعره طويل وناعم، هم مسمينه كده في المسلسل، وراح تحب لي ده؟ بجد والله ده منظر حد تحبيه؟ ده منظر بني ادم؟ وايه كميه البسكليتات اللي في المسلسل، الالوان اللي موجودين في المسلسل، الاثنين دول يعني ما لهمش اي تلاته لازمه في المسلسل، طالعين كده يا جماعه بصراحه كده احنا الوان، احنا بسكليتات. ايه القرف ده يا جدعان؟ ولا الواد هنري او فيكنا سايب كل الابطال اللي عايزين الحرق وماسك في مين؟ في ماد ماكس احلى شخصيه في المسلسل. والبت هولي عملت لك ايه هولي عشان تعمل فيها اللي انت عملته ده؟ مالها هولي ومال الهبل ده كله؟ واللي هيجنني الراجل ابو نانسي طول المسلسل نايم على الليزي بوي وعمال يقول لهم لانجوج، يعني مش عايزين الفاظ بذيئه، وهو نايم في الدور التحتاني على الليزي بوي ونانسي مقضيها فوق مع الواد ابو شعر طويل وناعم. بس الصراحه يا جماعه احلى سيزون فيهم هو بتاع روسيا، عالمي. كلمه امريكانو من الروس طالعه عسل، جزء كده فيه تشويق واثاره والكلام الجميل ده كله، بصراحه ده احلى جزء بالنسبه لي. فالسؤال الاهم يا جماعه، ايه احلى جزء بالنسبه لكم في سترينجر ثينجز؟ ومين الاحلى، ماد ماكس ولا نانسي؟ عشان اموت اعرف مين الاحلى. بقى نانسي تحب الواد ده وماد ماكس يحب لوكاس،